السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله نعمل مع بعض احلى سمنة بلدي في البيت. يلا شوفوا نعمل مع بعض. اول حاجة، احنا عندنا لبن اللي هو جاموسي. اي لبن عندك بس يكون سايب اللي هو البلدي بتاعنا. علشان هنغليه. انا باخد الوش بتاع اللبن. انا كل يوم بغلي كيلو لبن 2 كيلو، واقوم مبيتاه في التلاجة. تمام. انا حطيت الكيلو اللبن في قلب الحلة اهو. انا هغليه على النار، هغليه عادي زي ما بنغلي اي لبن. وهبيته ليلة كاملة في التلاجة. ليه بقى؟ علشان هاخد الوش بتاع اللبن. يعني انت بتبيت اللبن في التلاجة لمدة يوم كامل في التلاجة، هيعمل وش زي كده. ادي الوش اهو بتاعنا اللي احنا عايزينه. لازم تسيبيه يوم كامل في التلاجة. يعني انت غليت اللبن تسيبيه يوم كامل في التلاجة، وبعد كده ناخد الوش بتاعنا. انا عندي الكمية دي انا محوشاها. كل يوم اجيب كيلو 2 3 حسب ما انا عندي اللبن الموجود في بيتي، اقوم محوشه الوش. تمام. هقوم محوشه الوش زي كده، واقوم حاطاه في علبه في الفريزر. حبه على حبه على حبه لحد ما تجمعي حبه حلوين كده، وتعملي احلى سمنه بلدي في البيت. صدقيني هتطلع جميله. وانا كنت فرحانه جدا لما عملتها. وان شاء الله هنعمل مع بعض دلوقتي. واي قشطه عندك، اي وش لبن ما ترموهوش، ما استخدميه لحاجه زي كده. هنوفر كتير قوي. اول حاجه، انا اهوت انا عندي هو متلج. اما حاجه، انا طلعت من الفريزر الكميه اللي كانت عندي في الفريزر، طلعتها وحطيتهم على الباقي الباقي اللي كان عندي. ان انا طلعتهم حبه اللبن، الكيلو اللبن، كيلو على كيلو على كيلو لحد ما جمعت الكميه دي. بعد كده احطهم في قلب الكبه بتاعتي. بس اهم حاجه تكون متلجه، بس مش متلجه ان هي تكسر الخلاط. متلجه ان تكون هي ايه سايحه برضو، بس نفس الوقت ان هي ساقعه ومتلجه. ليه بقى؟ علشان تعمل معانا السمنه على طول. طول ما هي ساقعه تلاقي نتيجه حلوه جدا. لو عملت وش اللبن اللي هو اللي هي بتاعت السمنه وهي سايبه كده، مش حلو. انت ممكن تعملي حاجه، تعملي ايه، هتحطيه في الفريزر تتلج، وبعد كده تسيبيها تفك شويه، وبعدين تبداي تشتغلي فيها. انا حطيت دلوقتي اهو في قلب الكبه بتاعتنا. احنا هنعملها على مرحلتين لسه. ادي اول مرحله لسه، ده هعمل فيها لمده حوالي ربع ساعه، نص ساعه، لحد ما ايه ما تبقى عامله زي الكريمه كده. هي كده لسه مخلصتش معانا. هنبدا برضو نقعد نقلب فيها. هنقعد نقلب فيها كتير. في الخلاط. انت ما عندكيش كبه، ما عندكيش مضرب، ما عندكيش اي حاجه، بايدك بس هتاخد وقت معاكي، بس برضو هتجيب نفس النتيجه. هتدنك تقلبي بايدك قوي 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 لحد ما تبقى ايه زي ما هنشوفها مع بعض. بس لو انت عندك كب او عندك مضرب الاحسن تعملي بيها. هتنجز معاكي وقت، وكمان هتطلع لك نتيجه حلوه جدا. وطول ما هي متلجه هتطلع لك سمنه جميله قوي قوي، وهتجمع كل السمنه مع بعض. بقت عامله زي الكريمه اهي. هقوم انا بقى عامله ايه بقى؟ هقوم مفضياها في قلب طبق بلاستيك واسع، ميكونش ضيق. زي كده، زي الطبق ده كده. وعندي المضرب البيض. المضرب ده هنضرب فيه. هنضرب بيه كده السمنة بتاعتنا، القشرة بتاعتنا. وبعد كده زي ما انت شايفة كده، هدنا اقلب فيها لحد ما تجمع لي زي خرز كده، زي الكلاكيع كده. وهتجمع السمنة، هدناها تكوش السمنة في جنب كده. بس والله العظيم هصدقي ان عملت لي كمية سمنة حلوة قوي من وش القشطة. انا كنت الاول ما كنتش بلمه، فقلت لا، انا هدرنا احوش وش القشطة هتعملي احلى سمنة. دنيت محوشة حبة على حبة على حبة. بصي، حبة على حبة لحد ما عملوا كمية زي ديت، وعملوا لي حبة حلوين. وهتشوفوا دلوقتي نعمل مع بعض. هدني كده متستمرة كده، دنيك قلبي 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 كده لحد ما تفصل السمنة عن الشرش بتاعها. بعد كده هايدي برضو مستمرة زي كده اهي. بصي عم تخرز ازاي.
خلي ايدك مستمرة على طول وسريع كده. انا مجرية الفيديو عشان الوقت بتاعنا، عشان ما اطولش عليكم. وان شاء الله برضه هنسيح معاكم السمنة مع بعض، وهوريكم برضه الايه. بصي عملت ازاي، بس لسه برضه هضرب فيها. هداني اضرب فيها لحد ما اجمع لي السمنة كلها، وهنسيح مع بعض السمنة وهوريكم طلعت قد ايه. والله العظيم كنت فرحانة جدا. بصي اهي بقت عاملة زي الشرش لوحدها كده. لما فصلت الشرش زي كده برضه هداني اقلب فيها تقلبتين واقوم خلاص كده. انا بقى هفصل بقى المضرب بتاعي. بصي قد ايه. والله العظيم كمان مرة كنت فرحانة جدا جدا جدا، ومش مصدقة ان طلعت سمنة بلدي. سمنة دي ولا مش سمنة؟ بالله عليكم سمنة ولا مش سمنة؟ سمنة بلدي. طلعت لي كمية حلوة. القشطة حلوة قوي. وانا عندي عن نفسي بجيب لبن واحد كويس، واللبن بتاعه فيه قشطة قشطة. انت اهم حاجة تجيب اللبن يكون القشطة بتاعه كتير، ويكون انت واثقة وحد يكون لبنه حلو وتجيبي منه. تمام. انا الشرش ده مش هرميه. احلى الشرش ده تعملي منه قرص وجميلة جدا، وتخلي القرص جميلة. وعملها لسه فيها سمنة برضو، يعني القشطة الشرش ده لسه فيه لبن. تمام. بس انا مش هعمل بيه القرص دلوقتي، انا هعمل بيه احلى مش مع بعض دلوقتي برضو، وهقول لكم تعملوا ايه. بس ان شاء الله هعمل لكم في فيديو تاني. هنعمل احلى مش بحبة الشرش اللي باقيين دول ان شاء الله. كده كده هنطلع منها المرطة، وهنعمل منها المرطة هي والمش مع بعض. تمام. شوف الكمية قد ايه. انا لو رحت جبت الحبة دولت 2 كيلو، حبة الشرش دولت بيحطوهم في قلب الزبدة بيتوزن في قلب الزبدة ويبقى 2 كيلو. انا عملته في البيت اهو من غير مية، وصفيت المية خالص. طلع لي قد ايه بقى؟ طلع لي 700 جرام. يعني 700 جرام الا جرام واحد. يعني 700 جرام يعني كيلو الا 300 جرام. حلوة قوي 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 يعني. وادي الشرش اهو، انا مش هرميه. هعمل احلى مش ان شاء الله. هنعمله مع بعض فيديو تاني. والله العظيم انا كنت فرحانه قوي قوي قوي. السمنه جميله، وعجبت جوزي جدا، قال لي الله جميله. ادي هي تسيحها مع بعض اهوت، واوريكم تسيح ازاي. ادي حطيت حله الميه، حله قصدي حله الالمونيا معانا. حله لازم يكون الالمونيا، ما يكونش لاي حله تانية. يعني الالمونيا جميله جدا معانا. انا حطيتها على النار اهي، نشفت الميه اللي فيها. ما تحطيش السمنه يكون الحله فيها ميه. تمام. انا بعد كده بقى اقوم حاطه الزبده هي بتاعتنا في قلب الحله، السمنه البلدي. واقوم موطيه النار خالص. ليه بقى؟ عشان المرطه بتاعتنا ما تتحرقش وتاخد سواها براحتها. انا حطيت معلقه ملح صغننه خالص. ليه بقى المعلقه دي؟ ليه؟ عشان ما تفرش معايا، عشان السمنه ما تفرش على البوتاجاز ويضيع السمنه وتبهدل لي الدنيا. وما تغطيش غطا الحله ابدا. اوعي تغطي حله السمنه وانت بتسيحي سمنه. لو غطيت الغطا هيقوم هتلاقي فوران، والسمنه كلها اتدلقت على البوتاجاز. هتسيبيها زي كده على نار هاديه، وكل شويه تقعدي تقلبي فيها، ايدك مستمره فيها عشان المرطه ما تلزقش. وحتى لو لقيتها لازقه كده اداني اعملي بالمعلقه هتطلع. تمام. بعد كده بقى ان شاء الله هنسيبها براحتها خالص لحد ما تطلع. انا كده هي اتسحت اهي، بقت جميله اهي معانا، وعملت لي احلى سمنه. دي معانا الشرش اهو بتاعنا. تمام. وعندي برطمان فاضي اهو عشان احط فيها السمنه. كده خلاص السمنه بقت ايه، جاهزه معانا. ما تخافيش لو المرطه بتاعتك اتلسعت او اتحرقت. كده كده المرطه دي هناخدها هنعمل بيها احلى مش، ما تقلقيش. تمام. انا صفيتها اهوت. اهم حاجه صفيها. وبعد تصفيها تحطيها في البرطمان. تمام. بس اهم حاجه تحطيها سخنه في قلب البرطمان ازاز. لو هتحطيها في برطمان بلاستيك بلاش، سيبها تهدى خالص وبعدين تحطيها. لو برطمان بلاستيك سيبيه يهدى خالص. ادي المرطه اهي. ما تخافيش من شكلها اللي هي اتحرقت، بس هتطلع لنا احلى مش مع حبه الشرش دول. تمام.
هي اتحرقت مني. تمام، بس عادي. ادي السمنه هي بقت جميله اهيت. والله العظيم كمان مره جميله جميله، وحاجه انت عاملاها في بيتك مضمونه. ما انتش عارفه، حاجه مضمونه في بيتك ونضيفه، واكيد بيغشوا في السمنه. فمش عايزين حد يضحك علينا، ونعمل كل حاجه في بيتنا، وان شاء الله هنعمل حاجات كل يوم احسن واحسن، وهنعمل وصفات كتير. لو عجبكم الوصفه بتاعتي تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، واعملوا الفيديو كده شير عشان كله يستفيد. واهم حاجة تعملي لايك 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 لايك. يلا سلام.